عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله اليوم غنديرو كيف ما خلاو العربيات واحد الطرح ديال المسمن يكون فاعل تارك. دوزوا معايا المقادير باش نعرفوا اشنو فيه. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غنديروا طرح ديال المسمن. هنايا عندي الفورس غالب على القمح. الا درتو 3 زلايف ديال الفورس غادي نديروا زلافه وحده ديال القمح تكون عامره وشويه ديال الملح، يعني ما فيهش شي حاجه اخرى. غادي ناخذوه غادي نعجنوه بحال دابا كما كتعرفوا الحل سخون، يعني غنعجنوه غير الماء بارد. اما ملي كيبرد الحال شويه كتحاولوا ديروه الماء شويه دافي تقريبا بحال غديروا البغرير، الماء كيكون بحال غتصاوبوا به البغرير. المهم ندوزو هنايا غادا نعجنوه. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه غديروا هاد المسمن هذا وغديروه في العجينه هذه غديروها في العجانه وغتخليوه يدلك مزيان الا كنتو زربانين به. اما الا ما كنتوش زربانين به ومسالين وما عندكم ما يدار وداك النهار غادي نتعولوا غير على المسمن بوحدو، غادي تعجنوه غتجمعوا العجينه وغديروها بطبيعه الحال في بلاستيكه وتخليوها حتى تدلك راسها براسها، يعني ما غاديش ما غديروش تماره. المهم هنايا انا كنت غادا نخدم به ديك الساعه، يعني دلكتو ديك الساعه دلكتو واحد شويه، راكم كتعرفوا المسمن كيبغي شويه دليك. صافي انا غنشدو غادا نديرو في فوق البلاصه ديال العمل، حيت عندي شويه القصعه هذه مع خفيفه كتنقز، انا كنعجن بها وهي كتنقز ليا بزاف. المهم انا غادا نمسح هاد البلاصه هذه وغندلكو في هاد البلاصه. ما كنخليش العجينه قاصحه بزاف، كتكون شويه مرخوفه ولكن ماشي بزاف عاوتاني. هنايا غنجيبو بين يديا مزيان كما قلت لكم حتى كيعود كيطرطق في يديا. وكما قلت لكم راه تقدروا ما تدلكوش نهائيا، غير تجمعوه بحال هكا شويه وكدهنوه شويه الزيت وكتدخلوه في وسط بلاستيكه وكتخليوه. الا عجنتوه في الصباح حتى العشيه عاد كتخدموا به، والا كنتو باغينو الغديه في الصباح عجنوه في العشيه وديروه في بلاستيكه وحطوه في الثلاجه وتا الغديه في الصباح وخدموا به. المهم ها هو الطريقه. هنايا ندلكتو مزيان غادا ندهنو وغنخليه واحد 5 دقائق بما ذوبت الزبده وجد داكشي اللي خاصني نكمل به العجينه ديال المسمن ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه هنايا انا غادا نقسمها على جوج. غادا ندير النص غنديرو المسمنات صغار، هادو بالنسبه للناس اللي كيبغيو عزيز عليهم مسمن صغيور، وغندير النص الاخر غنديرو مسمنات شويه كبار موين في الحجم ديالهم. غنخرج منهم المربع وغنخرج منهم بطبيعه الحال حتى شي ملويات، واخا ما غنشاركهمش معكم في فيديو، ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله ندير معكم في شي فيديو اخر ونوريكم كيفاش كندير المسمن الملوي. هنايا انا غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل كلشي، وبطبيعه الحال حتى هي كتخليوه واحد شويه بما ترخف باش يعطيكم شويه طوع. اما الا خدمتوه في البلاصه راه كيكون شويه نتوما كتقرصوه هو كيرجع ليكم. هنايا انا بديت كنكور فيهم فوق البوطاجي، غير باش ما يبقاوش لينا ممشقين من الفوق، حيت بعد خطرات كيبقاو بحال ممشقين. وغادا ناخذهم وغادا غندهنهم بالزيت من الفوق بحال هذا الشكل هذا. شوفوا راه تبارك الله المسمنات هادو راه غيجيو شويه كبار، وغادا ندهنهم بالزيت وغنغطيهم بالبلاستيك حتى نكمل هاد الكميه هذه ونعاودو نتلاقاو.
صافي هنايا من بعد ما طلقت لينا خليته تقريبا 5 دقائق 10 دقائق تقريبا بحال هكاك. هنايا وجدت الزبده ذوبتها، وعندي هنايا القمح. الا ما بغيتوش ديروا القمح كديروا السميده رقيقه هي اللي كتقرصوا بها، والزيت بطبيعه الحال كنديروا بحال دائما كنقرصوا بالزيت، كنسرحوا به بالزيت وكندهنوا بالزبده وكنديروا القمح ديالنا. كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل الكميه كامله اللي عندي، وديك الساعه غندوزو باش نبداو نطيبوا فيهم. وهذا المسمن هذا صدقوني راه واخا ما كديروش وحده وسط وحده اولا ما كياخذش لكم اليد بزاف، ما كياخذش لكم الوقت بزاف، وملي كديروه راه كيجي هذا المسمن هذا كيجي ممرق وكيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وما تبخلوش عليا، كيف ما كنقول لكم دائما التعاليق الزوينين ديالكم اللي كتخليو ليا، واللي لايك حتى هما ما تبخلوش عليا بهم. واللي باقي ما عمره ما شاف القناه يدخل مرحبا به. راه القناه كدوي على البساطه وعلى الحوايج اللي هما ديال المراه ديال التاويل ديال الدار، يعني على الحوايج اللي كيكونوا بسيطين. المهم كما قلت لكم انا غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وغنخليهم. وملي كتبداو تبغيو طيبوا كتبداو بالاولى اللي بديتو بها المره الاولى، وهادشي اللي كاين. صافي هنايا من بعد ما كملت غادا ناخذ دابا غادا نبدا نطيب. صافي كتبداو تسرحوا فيهم، كتكونوا دايرين المقله ما كتلصقش. غنرشب شويه ديال الزيت وغنبدا نطيب. راه نتوما كتبداو طيبوا فيه، لاحظوا معايا في الفيديو ما حدو هو كيبدا نبداو كطيبوا فيه وهو كيبدا كيتنفخ، يعني كيجي مورق وكتجي ورقه بعيده على اختها وما كيجيش فيه ليدام بزاف وكيجي ناشف. هاد المسمن هذا راه كيجي زوين، كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا كما قلت لكم في التعاليق. وهاد الكميه اللي عطيتكم راه تبارك الله راه كتخرج، يعني راه كما قلت لكم راه طرح ديال المسمن. اللي باغا تمشي ولا معروضه ولا باغا ما دي في يديها، هاد الكميه هذه راه غتخرج لها طبسيل. راه تبارك الله طبسيل ديال 45 غتخرجوا لها عامر ما شاء الله، راه كتخرج واحد الكميه اللي هي كبيره. وبالنسبه الى عندكم مقله كبيره اكبر من هذه، راكم كديروا 4 المسمنات ولا 6 مسمنات كديروهم فيها. ما خلاص اللي عندها ما عرفتش شنو سميت هذيك اللي كيطيبوا فيها المسمن، كديروها بحال الصفيحه كتحط فوق البوطه، كديروها هذيك راه كطيب المسمن من داكشي الرفيع كيجي غزال بزاف. المهم بالنسبه للمسمنه الكبيره ها هي راه قداش كتجي، راه قد المقله اللي عندي وتبارك الله راه فيها الخير. المسمن ما تخليوش تتحمر لكم من التحت عاد تقلبوه مباشره، غير تشوفوه بدا كيتصهد صافي كتعاودوا تقلبوه باش يبدا يتنفخ لكم بهذا الشكل هذا. ها هو شوفوا معايا راه كما قلت لكم راه كيجي خفيف وورقه بعيده على ختها، كيجي زوين بزاف. غير جربوه ما غاديش تندموا، وهاد الطريقه هذه اللي قلت لكم ما غتندموش عليها.
المهم ها هو كما قلت لكم كيجي منفوخ. انا غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ونعاودوا نتلاقاو باش تشوفوه كيفاش داير من الداخل وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال المسمن. وغنعمروا معاه واحد البريري ديال اتاي، حيت المسمن كيبغي اتاي وكيبغي الجماعه، كيبغي يكون مع الناس ومع الحباب اللي كنبغيو. هو الشكل النهائي ديال المسمن. كما قلت لكم هذيك الكميه اللي عطيتكم خرجت منها الكبير والصغير وخرجت منها الملويات. وبطبيعه الحال كما قلت لكم المسمن ما كيخطاش واحد البريري ديال اتاي يكون مشحر يكون فاعل تارك. انا حتى كبيت واحد الكويس عاد دزت معكم باش نوريكم الشكل ديالو. ها هو راه ما كيجيش كارم، يعني كما كتجمعوه كما كيبقى. وبطبيعه الحال الا كنتو باغيين تحتفظوا به في المجمد راكم كتخليوه ما طيبش بزاف، باش ملي كتعاودوا تسخنوه راه بحال كتكملوا فيه الطياب وبحال يلاه صوبتوه. وكيجي مورق من الداخل وناشف، يعني ما كيكونش مدسم. هاد الكميه هذه ها هو الملوي ديالو. ونسيمنات الصغار، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.